أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة الأربعاء النارية، حلقة الأسرار الكروية. دعونا في البداية نذكركم ونصلي جميعا على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وحصري. في حلقة اليوم لدينا انفجار في سوق الانتقالات ومعارك تكتيكية تلوح في الأفق، فهل ينجح الأهلي في إتمام صفقاته الحاسمة؟ وماذا يحدث داخل قلعة الزمالك؟ ترقبوا معنا التفاصيل الكاملة. عناوين حلقة اليوم: الأربعاء 10 ديسمبر 2025. الملف الأول: الأهلي، صفقات نارية وحرب العروض الأوروبية. صفقة القرن المنتظرة، عقد يشبه بيدري، تطورات متسارعة في مفاوضات حمزة عبد الكريم مع برشلونة، والأهلي يضع شرطا ماليا تاريخيا للتفريط في موهبته الشاربة. هل يرحل نجم الأهلي الشاب إلى البارسا قريبا؟ مفاجأة ديانج، جلسة حاسمة قبل السفر. اجتماع اللحظات الأخيرة بين إدارة الأهلي وليو ديانج لحسم ملف التجديد بشكل نهائي قبل انضمام اللاعب لمنتخب مالي في كأس الأمم الأفريقية. رفض الإغراءات الخليجية، الأهلي يحسم الجدل وينفي تماما رحيل نجمي الوسط مروان عطية وحامد حمدان، ويؤكد تمسكه بالثنائي رغم عروض الإعارة الكبرى التي وصلت. صفقة معلقة بجواز سفر، الأهلي يعلن انتظار الحصول على الجنسية الفلسطينية للاعب بابلو صباغ لضمه وتسجيله كلاعب محلي. ما هي تفاصيل الاتفاق الشخصي؟ الصفقات الضائعة، لماذا خسر الأهلي سباق التعاقد مع النجم دياباتي؟ أزمة إدارية عاصفة تعصف بأحد الصفقات الكبرى في اللحظات الحاسمة. الملف الثاني: الدوري الممتاز والكأس. تحركات الأندية الكبرى، أخبار الزمالك الساخنة، إعلان الرحيل وتحديد السعر. مدافع الفريق حسام عبد المجيد يعلن صراحة رغبته في الاحتراف، وإدارة النادي تحدد سعره لبيعه، فهل يتكرر سيناريو رحيل نجوم القلعة البيضاء؟ جمعية الزمالك العمومية، فشل اجتماع الجمعية العمومية في اكتمال النصاب القانوني، وما هي الخطط والميزانيات التي كان من المقرر مناقشتها؟ أزمات تحكيمية دعم اللاعبين، نادي بيراميدز يقدم شكاوى ضد حكام، وتطورات أخرى في ملفات الأندية المصرية، وإعلان اتحاد السلة مد فترة قيد اللاعبين الأجانب 24 ساعة. كأس العرب والمنتخبات، توديع قاس لمنتخب مصر من بطولة كأس العرب على يد الأردن، وتصريحات مدرب المنتخب الأخيرة بعد الإقصاء. الملف الثالث: الاستعدادات الحتمية لمواجهة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة. الأهلي يغير ملعبه، النادي الأهلي ينقل تدريباته بشكل دائم إلى فرع مدينة نصر بسبب عمليات التطوير في ملعب مختار التتش. كيف أثر ذلك على تحضيرات الفريق؟ عودة المصابين، إعلان جاهزية بعض اللاعبين الأساسيين مثل ديانج للمشاركة في المباراة القادمة وسط آمال بعودة القوة الضاربة. تحدي الخسارة القاتلة، الأهلي يفتتح مشواره في كأس عاصمة مصر كأس الرابطة بمواجهة إنبي يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 في تمام 8 مساء بتوقيت القاهرة. تاريخ المواجهة تذكير بالمواجهة الأخيرة في ذات البطولة التي انتهت بخسارة الأهلي 1-0، مما يجعل لقاء الجمعة بمثابة تحد لرد الاعتبار. خاتمة الحلقة ونداء الدعم. في الختام أحبتنا الكرام، نتمنى أن يكون هذا الموجز الإخباري قد نال إعجابكم. تذكروا دائما أننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم هذه التغطية الشاملة والحصرية لأخبار كرة القدم المصرية، خاصة لناديكم المفضل. لدعم جهودنا لا تترددوا في ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نلقاكم في حلقة الأربعاء القادم والمزيد من الأسرار الكروية.